ابسط واظبط عجينه ممكن تعملوا بيها كل المعجنات القطنيه الهشه، وتقدروا تعتمدوها للمخبوزات في سحور رمضان. تقدروا كمان تجهزوا منها كميه وتشيلوها في الفريزر لوقت ما تحتاجوها، سواء بعد التخمير او بعد الحبس. اعملوا سيف للوصفه عندكم لوقت ما تحتاجوها. ويلا نبدا. في بوله بحط كوبايه حليب دافي، وبضيف عليه معلقه كبيره سكر وكمان معلقه كبيره من الخميره، وبزود عليهم معلقتين كبار من الزبادي، وبضيف كمان بيضه تكون في درجه حراره المطبخ علشان الخميره تشتغل اسرع، وهضيف كيس فانيليا بيدي نكهه حلوه للعجينه، وهزود معلقتين كبار خل وبقلبهم مع بعض. في المرحله دي ممكن تغطوها لحد ما تختبروا الخميره وتطلع معاكم فقاقيع وتتاكدوا انها شغاله، لكن انا جربت الخميره بتاعتي في كذا وصفه فهشتغل على طول. دلوقتي بضيف عليهم تلت كوبايه زيت. لازم بقى احط التاتش بتاعي، بحط عليهم معلقه سمنه بلدي تكون قويه زي دي، بتخلي العجينه كلها كانها معموله بالسمنه البلدي، ولازم تكون بدرجه حراره المطبخ علشان نعرف نقلبها مع الخليط. وهضيف عليهم 3 كوبايات من الدقيق، وهضيف عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح بسيطه، وبنخلهم مع بعض. وهعجن كل الكلام ده مع بعضه. على الكوانتر برش شويه من الدقيق وبكمل عجن، وهعجنها 10 دقايق. المعجنات بتحب اللت والعجن على عكس الكيكات، تكنيكها بيبقى مختلف. كده تمام، العجينه بتاعتي بقت متماسكه وفي نفس الوقت مطاطيه. في بوله تكون نظيفه بحط شويه زيت وبحط عليها العجينه، وعلى وشها بحط شويه بسيطه من الزيت علشان ما تنشفش، وبغطيها بالبلاستيك راب وكمان فوطه. احنا دلوقتي في الشتاء، فبدل ما اسيب العجينه بتاعتي تقعد بالساعات على ما تخمر، فبسخن فرن البوتاجاز لمده 5 دقايق على درجه حراره 140، وبقفل النار، وبعد كده بحط العجينه بتاعتي علشان تخمر. في الجو اللي انا عملته لها ده بتقعد حوالي ساعه، لكن في الصيف مش بتحتاج كل الكلام ده. هنا كده بعد ما خمرت تقدروا تحتفظوا بيها في الفريزر لوقت ما تحتاجوها. وقد ايه هي عجينه ناجحه ولينه، جربوها ومتاكده انها هتعجبكم.